هذا السؤال لواحد من الشباب، وقال لي إيه إحنا متطورين، عندنا تليفونات ولابتوبز وتكنولوجيا متقدمين إحنا. لكن السؤال اللي بسألكم إياه، هل التطور البشري يعني التكنولوجيا؟ هل يعني توفير سبل الراحة للإنسان؟ هذا تطور؟ أنا عندي قناعة شخصية بأنه البشر اللي عاشوا من قبلنا كانوا متطورين أكثر مننا بكثير. في ناس يقول لي طب شلون؟ طيب ما كان عندهم جوالات. ففي كل مرة أنا وياك ندخل في حوار أو أنا وأي شخص، ألاقي إنه دائما يقرن التكنولوجيا بالتطور، وأن مقياس التطور البشري عنده هو التكنولوجيا. من وجهة نظري الشخصية أن قمة التخلف البشري هي التكنولوجيا. والله العظيم. أنا أشوف التكنولوجيا والتطور اللي صار في آخر 100 سنة هو عبارة عن الاعتمادية والاتكالية في قالب مادي، في شيء ملموس. قارن بين الإنسان الحالي اللي هو أنا وأنت والإنسان القديم، وما ما تستطيع فعله أنت الآن وما كان يستطيع فعله الإنسان قديما. لاحظ أن كل شيء تقارن نفسك فيه بتلاقي أن الإنسان القديم يتغلب عليك، إلا في شيء أنت تستخدم فيه التكنولوجيا أو تستعين فيه بشيء مستوى الحواس، السمع، البصر وخلافها، الإنسان القديم يفوز. حواسه أقوى منا، حواسنا ضعيفة بسبب التكنولوجيا. احنا عشان نشوف البعيد لازم نسوي زوم. احنا عشان نشم ريحة طيبة لازم نخترع مصنع في أجهزة عشان نطلع هذه الريحة. احنا عشان نسمع نعلم. هو بصره كان يوصله مسافات بعيدة، سمعه قوي جدا وحاد يسمع فيه أشياء ما نسمعها. آه، يشم روائح الطبيعة. هنا قاعد اتكلم عن ابسط القدرات البشريه اللي هي الحواس الخمس. ما تكلمت عن الادراك، ما تكلمت عن الوعي، عن الهندسه المقدسه. اعتقادي يا عزيزي انه احنا حولنا حياتنا كبشر الى اشخاص يعتمدون على اشياء لتمضي حياتهم قدما. انت تشتري التكنولوجيا، انت لا تملكها. انت تشتري التقنيه، تشتري تليفون، لازم تشتغل عشان تجيب تليفون، لو ما تشتغل ما تقدر تجيب تليفون. يعني التليفون اللي بيدي هذا انا ما اعرف كل اسراره، لاني انا مجرد مستخدم للتقنيه، انا ماني مطور. حطوا لنا اشياء في حياتنا تحول دون معرفتنا، احنا معرفتنا قاصره. احنا قيس هذا الشيء على كل شيء بحياتك بتلاقي انك انت ما انت متطور بولا شيء. انت مخدوع بانه احنا كبشر متطورين، لكن فعليا انت ما انت متطور، انت مستخدم. لك احنا البشر المستخدمين للتقنيه تم اقناعنا بان هذه التقنيه هي شكل الاسمى للتطور، بينما هي شكل زائف للتطور. احنا ما نملك. أتوقع أن قبل 10,000 سنة أو 20,000 سنة أو ملايين السنين، البشر اللي عاشوا على الأرض طوروا التكنولوجيا أو ما طوروا أشياء مثل اللي طورناها حنا لأنهم لم يكونوا بحاجة إليها. طوروا أشياء أخرى أكثر فاعلية. طوروا أشياء أفضل من جهاز قطعة من السيليكون والبلاستيك، لو خلص الشحن اللي فيها تطفى عليك ولا تقدر تتصرف، لو كنت في الصحراء تموت. السيليكون والبلاستيك لو يتخلص بطاريته، لو يخلص من الشحن الشبكة وأنا في الصحراء بموت، لأن أنا تطوري ينتهي بانتهاء هذا الشيء. أتوقع أنهم سبقونا في تطوير الإدراك والإحساس والتخاطر. يعني في دراسة كنت أقرأها بأن البشر لم يكونوا يتكلمون. لم يكونوا يتكلمون يعني شلون يتفاهمون؟ أنا أقول لك شلون يتفاهمون. الدراسة تقول بأن الإنسان القديم استطاع تطوير مهارات التواصل بدرجة تضاهي تواصل الحيوانات مع بعضها البعض. أي الحيوانات أنت بكرامة. حيوانات كثيرة مثل الشمبانزي والببغاء تملك جهاز نطقي يضاهي جهاز الإنسان في النطق، ولكنها ما تتكلم مع بعضها. شلون يفهمون بعض؟ شلون يتواصلون؟ هم مع بعض بدون نطق أو بدون كلام، هذا يسمى التخاطر كحيوانات. وهذه لغة عالية المستوى طورتها الحيوانات على مدى آلاف السنين. فهم يقولون أن البشر القديمين استطاعوا الوصول لمرحلة التخاطر، فلم يكونوا يعني ما كان الكلام هو طريقة التواصل الوحيدة. مجرد تقعد ساكت تطالع في اللي جنبك، تقعد ساكت واللي جنبك وتكلمون بعض بالتخاطر. يقال أن البشر وصلوا هذه المرحلة، كانوا متطورين. هنا تغير مفهومنا للتطور. التطور صار معنا أكبر من كونه تليفون، من كونه تلفزيون، من كونه سيارة. في أشياء ثانية احنا ما نعرفها، ما طورنا نفسنا. قيس على موضوع التخاطر الآلاف من القدرات البشرية طوروها الناس قبل آلاف السنين. يعني مثلا الحضارة السومرية، الحضارة الفينيقية، الأهرامات وزن القطعة الواحدة 4 طن، جاية من السنغال إلى مصر في 20 سنة. معجزة معجزة. عشان كذا من آيات الدنيا السبع. شلون؟ كان عندهم طيارات، كان عندهم صحون فضائية، ايش كان عندهم؟ لا، كان عندهم شيء بعيد عن تفكيرك بالتكنولوجيا.
بدون التكنولوجيا اللي موجودة حولك الحين، استطاعوا انهم يسوون الكثير من الاشياء، استطاعوا انهم يبنون الاهرام ويسوون معجزات انت الى اليوم تستغرب، ليه؟ لانهم ما كانوا اصلا يحتاجون التكنولوجيا، هم تجاوزوها الى مرحلة اسمى من العلم والمعرفة. ولكن في لحظة تجلي صراحة قعدت أفكر بالموضوع، فلقيت إنه إحنا صراحة كلنا موهومين بأننا متطورين بسبب التكنولوجيا. لما إذا جيت أتفلسف في سناب ما أحب أعطي معلومة، أحب أطرح تساؤل وأطرح حقائق وأخليك أنت تفكر وتعطي نفسك المساحة أنك أنت تبحث بينك وبين. أتمنى الكل يبحث بينه وبين نفسه ويبحث في كتب التاريخ وفي المواقع الموثوقة، ويسأل نفسه هل نحن متطورين أم لا. نفسك من كل التكنولوجيا اللي حولك وشوف نفسك كإنسان خام، أنت وين موجود في السلم البشري من التطور؟ أنت فين؟ تحت، فوق؟ يكون كلامي استفز العقول ويكون فعلا سعينا للتطور الحقيقي مو التطور المزيف. ما فهمت كلامي؟ لا تحزن ولا تنكسف، المشكلة مو منك، المشكلة اني انا ما بيك تفهمه، لان في ناس معينين ابيهم يفهمونه وانت مو منهم. شاب يقول انت قاعد تظلم هذا الزمن وقاعد تنسى التطور الهندسي والبنيان اللي احنا وصلنا له في هذا الزمن وناطحات السحاب والاشياء هذه. صديقي هذه كلها بالتكنولوجيا صايرة، بالكمبيوتر مصممة. جيب اطلق مهندس، شيل منه الاوتوكاد، شيل منه الكمبيوتر، خله يبني وريني. اشوف الموضوع كأن التكنولوجيا هي السرطان اللي غزا التطور الفكري البشري والجسدي، اجسادنا صارت ضعيفة، مخك ما يحسب 4 في 22 الا بالآلة الحاسبة، يروح يشتري من المحل ما يعرف كم الباقي له. جمع وطرح، لو يخرب الكاشير في محل ان تعطلت حياتك، لو يقول لك سيستم داون في البنك ما خذيت ولا درهم، صح ولا لا؟ هذا الحوار الطويل. تخيل اليوم ننام نقوم من النوم ما في جوالات، ما في كهرباء، ما في تكنولوجيا، ما في انترنت، وش بيصير في الدنيا؟ الاقتصاد بينهار، المستشفيات بيموتون كل اللي فيها، البشر بيقتلون بعض في الحروب، اذا بنرجع لعصور الظلام. اذا احنا اللي اتكلم عنه هو انك تكون انت سبب البقاء البشري، كفكر كوعي كادراك كعلم، مو التكنولوجيا اللي انت طورتها هي اللي سبب بقائك لو اختفت. لاستماعكم مطولا لي، وانا متاكد انه في ناس فهموني انا وش اقصد. طور نفسك يا اخوك، انت طور نفسك، استثمر في نفسك، زيد. طورت نفسك اكثر زادت ثقتك بنفسك، كل ما زادت ثقتك زاد تقديرك لذاتك، وكل ما قدرت ذاتك حسيت بالسعاده. فاهمين؟